شايفين ده؟ الزجاجة البسيطة دي مش خل، دي نار متخزنة، دي قوة متخمرة، دي سلاح من الطبيعة بيفتح لك أبواب الصحة. ده خل التفاح العضوي، مش أي خل، ده الخل اللي بيتولد من قلب التفاحة لما تتخمر على هدوء وتتحول من طعم إلى حياة. خل التفاح مش مجرد طعم حامض ولا حاجة لاذعة، لا، ده سائل ذكي، سائل فاهم، عارف يدخل على المعدة يعمل فيها ايه، عارف يحرك حمضها ازاي، يزود قوته ويهيئ الجسم للامتصاص ويعيد ترتيب الأخلاط، لأنه هو عامل تحويل. عامل تحويل يعني لو عندك بلغم متراكم خل التفاح بيكسره، لو عندك رطوبة سايبة بيشدها لإصلاحها، لو عندك خلط خامد ملوش حرارة بيولعه. فخل التفاح بيعمل حاجات كتير، بيعلي حرارة الهضم من غير ما يولع الدنيا، بينظم القناة الهضمية من البكتيريا الضارة، وبيدي المعدة الإشارة إنها تبدأ تشتغل مظبوط، بيظبط حمض المعدة من خلال تظبيطه للبي اتش الخاص بيها. وده سر كبير، لأن كتير مننا مشكلته مش في زيادة الحمض، ده عنده نقص في الحمض، وساعتها الأكل بيتخمر بعد ما يتهضم والنفخة بتحصل والبلغم يركب على الجهاز الهضمي، فتحس الجهاز الهضمي إن في حالة توهان، والمناعة بتخليه من ناحية تانية في علاقتها بالأمعاء الدقيقة في حتة تانية خالص. فخل التفاح مش بس حمض أسيتيك، ده منظومة فيها إنزيمات، فيها تحريك للبروبيوتيك، فيها معادن متخزنة من التفاحة، وكل نقطة فيه بتخبط في جهازك الهضمي وتقول له اصحى معايا وفوق من حالة التوهان اللي انت موجود فيها. فخل التفاح يعتبر معدل لمزاج المعدة، يعني لو المعدة باردة بيدفيها، لو المعدة فيها سكون بيحركها، ولو في خلط لزج متعفن في الأمعاء بيفكك ويحلل. الناس فاكرة إن خل التفاح بيحرق الدهون وبس، لكن هو بيحرق أعمق من كده، بيحرك كل حاجة من جوه كسلانة، بيحرك الكسل من الطحال والركود الموجود من الطحال، وبيحرك الكبد وبيشد الهمة للمعدة، بيقول يلا بينا نشد الهمة مع بعض، فبيكهرب الجي اي تي او القناة الهضمية كلها عشان تشتغل صح. وده مش كلام تنظيري، دي دراسات اثبتت ان خل التفاح بيزود من كفاءة الهضم وامتصاص المعادن وبيعزز من مقاومة الانسولين، بس بشرط تستخدمه صح. معلقة صغيرة على نص كوب من مية دافية، ممكن نعصر عليه ليمونة، ممكن نحط فيه ورقة نعناع مرة الصبح قبل الأكل في حالة عدم وجود تقرحات في المعدة، أو بعد الأكل إذا كان هناك تقرحات في المعدة. فخل التفاح ده مش موضة، خل التفاح مقوم مزاجي طبيعي. لو عرفت إمتى تستخدمه، إزاي أستخدمه، وليه أستخدمه، هتحس إن جسمك بيتغير شوية بشوية. أنا مش بقولك اشرب خل، أنا بقولك اشرب حاجة بتوعي جسمك، اشرب نضج، اشرب علم اتخمر من أيام أجدادنا. خلي التفاح العضوي بداية تصحيح، مش طعم حامض هتاخده خلاص، وخلي كل نقطة في جسمك تشتغل بالخل. محتاج خطة كاملة لحالتك؟ تقدر تتواصل على الاستشارة الخاصة أو تتابعني على القناة دي، وابدأ أول خطوة حقيقية للراحة.